ازيكم يا شباب؟ معاكم علي جيمنج. فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن لعبه فيفا موبايل، والنهارده هقول لكم ايه الفخ اللي انت ممكن تقع فيه يكلفك نقط الالتيميت توتس ويكلفك نقط الدوري. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلي على النبي وتدعمنا بلايك كومنت وتشترك في القناه عشان مش يفوتك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طيب بص يا شباب، اول حاجه لو دخلت هنا على المجتمع، دخلت على دوري الاي بي ال، هتلاقي زي ما انتم شايفين ريبير ال 110 واللاعب ال 108 وال 106 ال 104 وال 102. ده عايز 50، ده عايز 100، ده عايز 150، ده عايز 300، وده عايز 400. طبعا يا شباب انا محوش 850 نقطه، بس كل النقط دي هتروح. يعني بعد 3 ايام النقط دي هتروح عليك، هينزل دوري جديد بلاعب 110 جديد، فالنقط دي هتروح عليك. فانت الحق اصرفها. انا محوشها عشان هعمل فيديو تفتح باكجات، بس انت الحق اصرفها عشان 3 ايام والنقط هتروح عليك. مش تقول ان انا هحوشها الاسبوع الجاي، لا. التلات ايام دول هيخلصوا، هينزل دوري جديد، ممكن الدوري الالماني، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي. فانت الحق اصرفها قبل ما تخلص. حتى تصريح الدوري الاي بي ال الحق، لو انت مثلا مقفله الحق اصرفها. يعني لو انت مختم التصريح الحق، عشان لو التصريح خلص اللعيبه هتروح عليك، فالحق اجمع المكافآت. ده كان دوري الاي بي ال. نروح على ايقونات التوتس. ايقونات التوتس زي ما انتم عارفين، اوعى تفتح على مالديني. زي ما انتم شايفين المكافأة المضمونة لاعب 103، هو بيديك 20 نقطة كل يوم، هنا 8 وهنا 12. المكافأة المضمونة لاعب 103، يعني مش دايما هيجيلك لاعب فوق ال 110 مالديني. فانا بقول لك ما تفتحش. لا، لو عايز تفتح افتح، بس مش الناس اللي جت لها مالديني شحنت فيفا بوينت وفتحت اكتر من 10 باكجات عشان يجي لها. وغير ان اللاعب اصلا هتلاقي فوق ال 100 واحد عرضه، فانت ما تفتحش على مالديني. لو انت حظك حلو وعايز مالديني افتح، بس انت ما تفتحش ووفر نقط. لكن لو انت بقى تشكيلتك ضعيفه وعايز تحوش، هاتلك مثلا لاعب 112، وممكن تحوش وتجيب 3 لعيبه 111. يعني عندك كاسياس، عندك لاعب البرتغالي بوشكاش، ليم، روي كين وستيشكوف. انا عن نفسي هحوش واجيب 3 لعيبه 111. ممكن اجيب كاسياس والراس الحربه البرتغالي وروي كين، عشان تريبير 110 هستلمه فمش هجيب ليهم. فانا بقول لك، هو لو انت تشكيلتك ضعيفه خد لك 3 لعيبه 111 او لاعب 112، واللعيبه دي بتنباع. يعني مثلا داجلش سعره ثواني بس. داجلش سعره 139 مليون، فسعره اظن هو هيجي عن كده، بس سعره ثابت، يعني ممكن على الاقل تكسب منه اكتر من 80 مليون. اما موديل 115 مش يعني مش تبقى معاك 3 4 فتحات وتفتح عليه كده، انت هتضيع نقط على الفاضي ومش هيجي لك مالديني. نروح يا شباب على الخطأ الثالث اللي انت ممكن تقع فيه. طبعا لو جيت هنا على المتجر، رحت على التوتس، اختيارات توتس الافضل، هتلاقي هنا في باكجات زي 2500 جوهره و500 فيفا بوينت، 1000 فيفا بوينت، 5000، 1000 فيفا بوينت و2000 و2500 و5000. الوحيد اللي ممكن يجيلك منها لاعب قوي هي ال 5000 وال 2500. نسبة اللاعب ال 115، نسبة اللاعب ال 115 أقل من 1%. بس على الأقل ممكن هيجيلك لاعب توتس فوق ال 108 مضمون. أما الباكج ال 500 فيفا بوينت وال 1000 دي مستحيل تفتح عليه. اللاعب نسبة اللاعب المية وتمانية 8%، اللاعب 109 4%. اللاعب الأيقونات اللي أنت أصلا فاتح عشانهم أقل من 1%. نسبة اللاعب الأيكون 115 أو حتى أي أيكون من دول اللي أنت فاتح عشانه أقل من 1%. فأنت مش يعني لو أنت مثلا لفيت العجلة اللي هو في المجتمع الكوميونتي وجالك في بوينت، مش تصرفها هنا، إن أنت مستحيل مستحيل يجيلك لاعب أيكون. او حتى هنا لو انت معاك جواهر برضو مش تصرفها على 2500 جوهره دي، ان برضو مستحيل يجي لك لاعب بايكون. لو انت مثلا معاك 5000 ماشي، افتح الباكج 106، ممكن يجي لك لاعب، ممكن تضرب معاك ويجي لك لاعب من الدوري الانجليزي. بس انت اوعى واوعى اوعى تفتح على اللاعب ال 103 اللي هيبقى 1000 جوهره او 500 فيفا بوينت. 500 فيفا بوينت و1000 فيفا بوينت ما تفتحش عليها، ان انت كده بتضيع الفيفا بوينت على الفاضي ومستحيل يجي لك لاعب. ولو جيتوا هنا يا شباب رحتوا على اختيارات التوتس، هتلاقي هنا لو انت عملت المهام دي 5 ايام ورا بعض هتاخد اللاعب ال 106. دي انصحك تعملها، ان هي لما تخلص بعد كل 3 ايام هتعملها كل يوم، هتعملها كل يوم هتجي لك لاعب 103 في مرور 5 ايام، وبعد 5 ايام هيجي لك لاعب 106. فانت لو جيت على المقايضه وتعمل بيهم مقايضات، هنا مثلا تعمل مقايضات، انا عندي جبت اللعيبه دي من 103، اقدر اعمل مقايضه واجيب لاعب 106. واللاعب ال 108 تقدر تفتح هنا وتجيب لاعب 108 بتمن لعيبه 106 او 107. فانت المهام دي هتفيدك ان انت تعمل مقايضات على اللعيبه. ولو جيتوا هنا يا شباب، هنا نقاط التصريح، انا صرفت هنا اكتر من 50 نقطه تصريح. النقاط دي بتفيدك ان انت تجمع اسرع في نقط توكن الايكون دي. يعني لو انت عايز نقط توكن ايكون تسرعك تجيب لاعب 112 او 111، اصرف نقاط التصريح هنا بسرعه بدل ما تروح عليك. الناس مش عارفه ايه هي نقاط التصريح. نقاط التصريح زي اللي بتاخدها من متجر من التصريح اللي بتاع صلاح، اللي هو عامل زي النجمه. نقاط التصريح دي بتصرفها هنا، بتديك نقط توكن الايكون.
النقط توكن الايكون دي هتفيدك ان انت تجيب مالديني. لو انت مش عايز تفتح مالديني زي ما قلت لك، هات 3 لعيبه 111 او لاعب 112، تجيب كاسياس، تجيب بوشكاش، تجيب اللي انت عايزه، هيفيدك في اكتر من 80 مليون كوينز. وبس يا شباب، ده يكون كل فيديو النهارده، رب اكون افادتكم. قبل ما نختم الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت وتشترك في القناه عشان مش يفوتك كل جديد، وسلام.